هنخش بقى دلوقتي على المعجنة. بص ده ليفة. مساء الخير يا رجالة، والنهاردة جولة شوارع محرم فيها. هتكون الجولة مختلفة تماما. هنطلع على شارع الترام دوت. شارع الترام ده ما ينفعش تجيه اصلا بعجلة رود. هنشوفه دلوقتي عامل ازاي. قصته غريبة جدا. الترميات دي يعني بقالها اكتر من 60 70 80 سنة شغالة. زمن الزمن ولسه شغالة لحد دلوقتي. يعتبر انتيكة واثار من اثار اسكندرية. طيب مش عايزين يشيلوها ليه؟ طيب عشان دي الشركة الاصل. الشركة اصلا شركة الترميات دي بتمون مصر عشان تفضل مستمرة في تشغيلها، بس هي ما تقدرش تشيلها وبتشغلها بالطاقة الكاملة بتاعتها. وتقريبا هم بيصرفوا على الترميات دي الشركة الاصل، فهم كده مش عايزين يشيلوها عشان خاطر السبب ده. فكنت ماشي بالعجلة بتاعتي اللي على الترماي، لقيت هوبا كده، لقيت نفسي طرت من على العجلة. ليه؟ لان قضيب الترماي ده مع العجل الرود والعجل الهايبر ممكن تقع. لما لقيت نفسي وقعت، مش عارف ازاي وقعت لا اراديا. فانا جاي النهارده بالعجله الماونتن دي، فلما وقعت الحمد لله ما حصلش حاجه، كدمات بسيطه جدا. اهو خلاص احنا دلوقتي يعتبر احنا في شارع اسمه شارع المنشة، وبعديه شارع الاسكندراني لو كملنا على طول. بس احنا هنخش شمال وهتشوفوا الترميات دي ازاي بتعمل ازدحام كبير. بصوا الارض هنا عامله ازاي. خلي بالكم من التكاتك اللي جايه دي. التكاتك دي اهو، في ترماي جاي هناك اهوت. هنشوفوا الزحمه واللي هو عاملها قد ايه كبيره. بس اهم حاجه عشان نستمر في المحتوى ده، عايزينكم تقولوا لنا رايكم. الصوت واضح ولا مش واضح، وعايزين ايه، ادونا اقتراحاتكم. يا سلام بقى لو شيرتوا الفيديو واشتركتوا في القناه. هنخش بقى دلوقتي على المعجنة اللي كنت بقول لكم عليها من شوية. بس العجلة طبعا الحمد لله بتسلك وسط الكلام دوت. بس برضه تخلي بالك، العجلة دي كان ليها فيديو سابق حصل فيه مغامرات كتيرة. الترميات دي موجودة في كل دول العالم على فكرة، بس بتبقى ليها شوارع معينة. خلي بالك يا استاذ، ده حدث من غير ايه اي حوار ولا اي حاجه. اهو الترماي المعلم يجي، ممكن يجوا 5 6 ورا بعض، فتلاقي الحوارات دي كلها شويه ورا بعض. خففنا السرعه شويه. شارع محرم دي اللي احنا فيه ده بقت الدنيا فيه يعني زحمه جدا وعلى الفاضي. يعني يعتبر الزحمه اللي فيه دي احنا اللي بنصطنعها بسبب التكاتك اللي جايه عكس، بسبب الدنيا دي كلها. الناس بس لو تلتزم شويه. اهو قضيب الترماي اللي بقول لكم عليه، لو انا ما خدتهوش بزاويه ياخدني ويقع على طول، لان فيه فتحه كده في الوسط العجله بتغرس فيها. ولازم برضو تخلي بالكم البلاعات اللي هي ايه بتكون بتبص. ده كان هيشيلنا اصلا. يعني بتوع التوك توك دول خلي بالكم منهم يا جماعه. دول اصلا ما عندهمش اي قواعد مرور ولا عارفين اي حاجه، فهم ماشيين على الله حكايتهم. هو نفس الحوار الترماي برضو جاي تاني. بص بيجي برضو بيقفل السكه. الحته بتاعت بوالينه ديت حته صعبه. حلوه الترمايات دي للناس كبار السن. هي الله يعينك يا عم الحاج. الراجل طالع متجه وتوكل على الله، ربنا يسهله. بص لازم تاخد الترماي بكيرف، لو اخدته ستريت هيزحلقك خصوصا في الشتاء. بص بقى السكه سالكه هنا ازاي. السكه جميله جدا، السكه حلوه قوي. بس احنا اللي بنبوظ يعني بنبوظ الشوارع، احنا اللي بنبوظها بعدم الثقافه وعدم مثلا
نقول ايه، عدم احترامنا لبعض. كنت بره مسافر في بلغاريا، كانت الترميات دي موجوده، كنت بس كانت مزعجه قوي، وانا كنت نايم من الساعه 7 الصبح، بتقعد تعمل الاصوات بتاعتها، كانت بتصحيني من النوم بصراحه. كنت في مدينه اسمها مدينه صوفيا العاصمه بتاعت بلغاريا، كنت ساكن عند السيتي سنتر، والسيتي سنتر بتاعها كان مليان ترميات ومليان حوارات، فكان كل شويه يصحيني من النوم، اكون نايم في عز النوم صاحب عز. بص ده جاي بقى ايه عكس، ما احنا اللي بنبوظوا الدنيا بنبوظوا. اتمنى بس الصوره تكون واضحه والفيديو يكون واضح. عايزين برضو زي ما قلت لكم نسمعوا منكم ارائكم، ان هو مثلا النوعيه دي من الفيديوهات دي بتعجبكم. طيب في اي حاجه ممكن نطورها، عايزين تكتبوا لنا على تقدروا مننا كل ما هو جديد. بص ده ليفه واقف في نص السكه عادي، مش في الدماغ، يعطل السكه، يعطل المرور، يعطل الدنيا. احنا خلاص قربنا كده على نهايه الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على اللايك. شوفوا فيديوهاتنا السابقه، والعجله دي كنا عاملين عليها ريفيو، عاوزكم ترجعوا تشوفوه هيعجبكم كتير. كان معكم مينا ماهر من محل ويل بايك، اتمنى تكونوا استمتعتوا. شكرا، يلا سلام.